ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد عمل صينيه السمك في الفرن بمقادير سهله وبسيطه. اول حاجه معايا 2 كيلو سمك، اي نوع سمك عندك، سمك فيليه، سمك بولتي، اي نوع سمك ممكن تعملي بيه الوصفه دي. ومعايا حوالي كيلو طماطم هقطعها قطع صغيره، معايا 4 بصلات، معايا هنا ثوم عشان تتبيله السمك، ليمون، زيت، خل، معلقه فلفل مهروسه، توابل، ثوم بودر، فلفل، كاري، كمون، وكمان هنا فلفل وكمون لبقيه التتبيله. اول حاجه هبدا بقى، اول حاجه هعمل التتبيله اللي هتبل بيها السمك. انا جبت معلقتين ثوم مهروس كبار ومعلقه فلفل مهروسه اهيت، انا بقى هجهزها واحطها في الفريزر. بجيب فلفل واضربه في الخلاط واحط عليه خل واحطه في بطرمان في الفريزر واطلعه عندي للاستخدام كده. وعندي كمون وفلفل، وعندي نص كوبايه خل صغيره، وكمان عندي ليمون هنا اهو. الوصفه ديت لازم تزودي فيها الليمون عشان ده بيديلها طعم كويس. دلوقتي انا خلاص عصرت الليمون وعملت التتبيله جهزتها اهي بالشكل دوت. هحط هنا من كوبايه الزيت ديت شويه زيت هنا، شويه صغيرين كده في الصينيه، وهفردهم كده قطعه السمك كده واحطها هنا في التتبيله كده بالشكل ده. مش هاخد التتبيله كلها يعني كده، مجرد ان انا كده، وهبدا احطها. ولو عندك سمكه سليمه ممكن تفتحيها نصين وتحطي لها برده نفس الخطوات دي كده، وترصيها برده في الصينيه وتحطي لها التتبيله وتعملي لها بقيه الطريقه كده. خلاص انا تبلت مقدار السمك اللي عندي كله. بقيت كوبايه الزيت اهي اللي انا كنت ملياه، كوبايه زيت صغيره، بس انت بتستعملي الزيت حسب مقدار السمك اللي هتعمليه، لو اقل من كده هتقللي الزيت. وهشوح البصل دوت لحد ما يحمر. دلوقتي البصل خلاص اتحمر معايا اهو بالشكل دوت. وادي كميه طماطم اهي، ده حوالي كيلو طماطم متقطعه قطع صغيره. هضيف التوابل، هضيف لها ملح، الملح، وبعد كده بعد ما الطماطم تستوي بتدوقيه يعني بتشوفي الملح كويس ولا عايز يتزود. هزود شويه ميه صغيرين عشان تساعد ان الطماطم تستوي كده. هغطيها وهدي عليها النار واسيبها بقى تستوي شويه. دلوقتي خلاص الطماطم والبصل اتسبك مع بعض اهو، وكمان انا سبت هنا صينيه السمك لحد ما اتبلت شويه، وهبدا بقى اضيف عليها الطماطم ديت بالشكل كده، هوزعها عليها كلها. طريقه عن القلي بقى او التحمير وكده، وسهله كمان في نفس الوقت وما بتاخدش وقت في التحضير بتاعها. بتاخدي قطعه السمك بالصلصه اللي عليها كده وتحطيها على الرز بتبقى طعمها حلو. لو عندك غطا بتغطيها وتدخليها الفرن، ما عندكيش غطا تحطي عليها سيلفر بتغطيها شويه في الفرن، وبعد كده بتسيبي السيلفر وتسيبيها عشان تحمر. شغلت الفرن وسخنته يعني، وهحطها في الرف اللي تحت، وبعدين هرفعها فوق وحطيتها على الفرن على نار عاليه على الرف اللي تحت خالص. وبعد كده بشيل اول ما بتستوي شويه بشيل من عليها السيلفر وارفعها فوق واسيبها تحمر. هعمل دلوقتي الرز البني. اول حطيت نص كوبايه زيت وبصلايه كبيره كده وحمرتها لحد ما وصلت للشكل دوت. والرز انا غسلاه حوالي كيلو رز كده شويه. كمان هضيف له معلقه قرفه كبيره من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي للرز دوت، ومعلقه كمون، ملح. كل كوبايه رز عليها معلقه ملح، وكل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. دي مقادير ثابته للرز. هشوحه شويه كده. هضيف له بقى الميه لازم تبقى مغطيه الرز بشويه كده على نار عاليه، وبعد كده بهدي النار اخليها نار واطيه واحط تحتيه شياطه وهو الشكل كده. خلاص اهي خلصت معايا بالشكل ده.
بس لازم تخلي فيها سوائل كده، لما بعد ما تستوي ما تنشفهاش خالص، عشان السوائل دي بتديها طعم حلو في الاكل. وكمان ادي الرز اهوت، رز السمك. جربوا صينيه السمك بالطماطم او صياديه السمك بالشكل ده. باي نوع سمك عندك ممكن تعملي الطريقه ديت، طريقه سهله وبسيطه. وكمان انا هقدمها مع سلطه خضراء. وده الشكل النهائي للوصفه النهارده، واتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وبالهنا والشفا.